حازم امام لما حلو قوي وحطها من فوق الجميع، تيجي في الباك والقائم والعرضة وترتد لحسام حسن، والهدف الاول لحسام حسن ومنتخب مصر في الدقيقة 13 وتتعمل عرضية ادي ياسر رضوان والكرة عرضية والانقباض والحماس والبداية من حسام حسن والهدف الثاني للمنتخب المصري. تتقدم مصر بهدف لنجمها وهدفها حسام حسن. طبعا عمالين يضربوه على راسه، هو الراجل حالق شعره خالص، راح بيلوزر وشه حلو ودخل على الطباخ، انما اتأخر قوي وملاش حاجة. الهدف الثاني يثبت انه فعلا العاشق الاول للشباب حسام حسن وبمنتهى العقل والخبرة والذكاء يحطها على شمال ديفيد سوري. ليه تتقدم مصر بهدفين، تغير الملعب حلو قوي لمحمد عمارة لعبد الستار لعمارة مرة تانية، وعمارة وهيحط بالعرض الحساب ويحط الحساب والهدف الثالث عمارة وحسام حسن راح بيها عمارة ما طماش، حطها له حسام المرة دي بشماله لكن في الزاوية اليسرى اللي بيحبها حسام حسن. 3 اهداف في الزاوية اليسرى بامضاء وتوقيع واعلان لحسام حسن. ودي اتعملت واحدة طويلة ويلا ياسر رضوان يحط ياسر على جوه، يلا ياسر الهدف الرابع. ياسر رضوان ارقص وغني وافرح وتنطط ياسر رضوان، يا على الجمال اللي بيتعمل. انما احمد حسن حاططها له قال له يلا يا ياسر روح على الجول، راح ياسر وبخبرة وبذكاء وبهدوء يحطها من فوق ديفيد سوري عشان تتقدم مصر 4-0. بص شوف ياسر رضوان حطها حلو ازاي وبعقل وبذكاء وبخبرة ازاي. كان الله في عونك يا جوهر، الحقيقة بذل مجهود كبير مع الفريق. ثاني رمزي كوت ديفوار 1 مصر لا شيء في اولى ضربات الجزاء، وهاني وحلوة قوي على يمين الان جواميني. يلا ياسر رضوان ويا سلام يا ياسر ربنا يخليك يا ياسر. 2-2 ودي ظاهرة طيبة قوي. ده ابراهيم ديوماندي لسه بيربط الحذاء بتاعه، مظاهر قلق غير عادي. ابراهيم ديوماندي دي عبد المنعم الصاوي اداري الفريق كله طبعا الحقيقة مش قادر، والاحتياطي لو حضراتكم معانا في الملعب هنا اللي مد وش للمدرجات واللي قاعد يا رب. ضربة الجزاء الثالثة للمنتخب الايفواري، ويعني مش عايز اقول احساسي باذن الله احساس خير ليه نادر السيد في ضربة الجزاء الثالثة. ابراهيم ديوماندي ده نوازيريه مدرب منتخب كوت ديفوار الفرنسي. يلا نادر ديوماندي ونادر السيد ويحطوه نادر السيد. بقول مش عايز اقول احساسي نادر السيد ينقذ ضربة الجزاء الثالثة، وان شاء الله يشوط واحد من منتخب مصر ويتقدم باذن الله. يا نادر يا ابن انت النادر وانت السيد باذن الله. ضربة جزاء لمنتخب مصر سمير كمونة. يلا يا كمونة يا سلام يا كمونة طارق بسم الله يا طارق لسه فتحي مبروك. فتحي نزل الملعب فكر ان المباراة انتهت، لسه طارق حطها حلوة قوي على شمال الان جواميني، قال له روح يمين وانا شمال، حطها حلوة قوي يبقى تغيير صح. ده عصام الحضري والاحتياطي وعلاء نبيل وسمير عدلي، الناس مش قادرة تمسك نفسها، والحقيقة مش قادر اوصف لكم شعوري انا شخصيا. حازم امام ضربة الجزاء الخامسة. ربنا معاك يا جوهري، ربنا مع كل مصر ومع كل العرب. وحازم امام لو جد ان شاء الله يبقى منتخب مصر
في المربع الذهبي. حازم وبسم الله حازم امام وابراهيم حسام حسن الهدف الاول لمنتخب مصر بعد 41 دقيقة. في الدقيقة 41 من الشوط الاول 1 مصر. ادي الكرة مرة تانية ديارة ما حصلهاش. كمل حسام بالخبرة. حازم امام لطارق لحازم موجود. يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام. الله 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 لما ضرب التسلل واتعملت حلوة قوي لحازم امام والراجل جاي بيضربه منطقة التسلل. قلت حازم امام ممكن يضرب منطقة التسلل. ضربها حازم امام وراح كويس قوي وبدل ما يشوط خدع كل الناس وحطها لحسام عشان يحط بطن رجله الشمال على يمين ابراهيم ديارة. 2-0. يقترب المنتخب المصري بعد 25 دقيقة من الشوط الثاني من التأهل او من الصعود للمباراة النهائية. تحطرت لغة الكلام وتكلمت قدم حسام حسن. احمد حسن في الدقيقة الثالثة من المباراة يتمكن من فك نحته هو شخصيا والهدف الاول للمنتخب المصري بعد 3 دقائق بقدم احمد حسن اللاعب الدولي المتألق في هذه البطولة. كرة تقدم بها احمد حسن ووصل لحد منطقة ال 18 خارج المنطقة زي ما احنا شايفين بحوالي 7-8 ياردات. يطلق قنبلة على يسار براين بروي لتتقدم مصر 1-0 في نهائيات في المباراة النهائية لبطولة الامم الافريقية رقم 21. ادي احمد حسن والقذيفة وتخبط دور نصف النهائي ثم المباراة الترتيبية البارحة والتحذير وحسام حسن. طيب مصطفى لاعب الزمالك يضاعف النتيجة لصالح المنتخب المصري بالضبط بعد 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول. بداية ممتازة وممتازة للغاية للمنتخب المصري في هذا الدور النهائي لكأس افريقيا الامم 98. شاهدوا جيدا شوفوا الكرة لعبة ممتازة جدا من حسام حسن في اتجاه زميله من زاوية اخرى. هي دي لعبة متفقين عليها في التدريب ودايما المنتخب المصري بيعملها. بتتعمل من هاني رمزي لحسام حسن بيكمل محمد عمارة او طارق مصطفى واحمد حسن. اتعملت طارق مصطفى اللي خد مكان من وسط الحائط جميل جدا وحطها على